حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل روتين بسيط النهارده كده، وهجهز الحاجه بتاعت البسكويت، بس مش عارفه هلحق اعمله في الفيديو ده ولا هنجهز مثلا ونشتغل الفيديو الجاي عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. خلاص تعالوا بس كده الاول هشتغل من هنا عشان اعرف اتحرك هنا ايه اشتغل فيه. مش بقى نسمع من كتر الهواء قلت الدنيا هتفتح. دخل الغسيل ده جوه وارجع لكم تاني. بصوا احنا هنخلص هنا خلاص، هننشر جوه في المطبخ. انا بعمل كشري مصري، هفنش الكشري ونجهز حاجه البسكوت. خلصنا بقى جوه في البلكونه، نشوف هنعمل ايه هنا في المطبخ. انا كنت سلقه مكرونه ومولعه على فول وبسلق حمص كمان، تمام. وهي بس ازود فيها الفول. ومش بس كده، البراد سخنه قوي. طبعا لما نيجي نزود الفول ما بنزودوش ميه بارده، ميه سخنه. برضو هنا الحمص هزوده ميه سخنه عشان يستوي بسرعه، مع اني كنت نقعاه والله، بس هو يعني بياخد غلبه شويه. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنطلع هنا كسرولة كده، نعمل الخل. حبيت زيت بس صغيرين عشان نحمر فيهم التوم، مش كتار يعني. هكتر ايه؟ توم؟ عايزه توم كتير؟ تخيل لسه ما عملتش البصل لحد دلوقتي. اه والله. ها عايزه ايه؟ وش البسكوت بتاع المفرمه. عايزين ننزل نشوف. لسه بعتلك فيديو الواحده بتعمل بسكوت دلوقتي بيها. والله حتى الوشوش بتعمل في ثانيه. يعني ايه؟ يعني بنأجل بقى الموضوع البسكوت ده لما نشوف الوشاش دي. ممكن تعملي الفطور ده. نعمل ايه؟ بقية الفطور. خلاص بس بقيه البيتفور احنا عايزين نزوقه برضه عشان نوريهم احنا بنعمله ازاي. ها
طب خدي حط ده في التلاجة. ماشي. اللبن ده انا كنت عايزاه يبرد عشان عايزه اعمل زبادي. انا لسه عايزه اخرط البصل واتبله بقى محمره، ده اخر حاجه كده. انا خلصت الكشري المصري ونشرنا سوا النهارده. وانا بقى يعني هطحن السكر واجهز الحاجه بتاعت البسكويت، ونعمل بقى فيديو عشان نعمل البسكويت بالفوق باذن الله. الخل الاحمر ده حلو جدا ومزز، ويعني تحس ان هو النكهه بتاعته قويه قوي. الابيض بحس ان هو خفيف شويه، بغسل بيه بقى الفراخ والكلام ده كله، لكن ده حلو قوي. طبعا بس الشطه بقى طبعا اهم ما في الموضوع. كويس ان انا افهم من كده. انا جايبه الشطه دي والراجل بيقول لي ان الشطه دي هندي وحاميه جدا، هم ونصيبهم بقى. لا هي واضح خالص الريحه قويه جدا. هنا بقى نبدا نحط الخل. طبعا الدقه دي اهم من الكشري. حبه ملح بس صغيرين. في ايه كمان؟ عايزين كمون، انا لازم اطحن كمون. نشيلنا غير حبه صغيرين قوي. اخر حبه فكرني اجيب كمون. نحط حبه خل كمان. شطبنا عليه. هو اللي هيحط معلقتين مش هيكتر من كتر الشطه اللي انا حطيتها. خلاص كده ناقص زبادي بس لما نسيبه يبرد. وهنا عملنا العدس اهو، شايفين مش معجن حلو ازاي. هقشر البصل واجي اقطعه بقى ونعمل الخلطه بتاعته سوا. انا كنت هعمل بسكوت بقى، بس ميرنا لقيتها بتقولي ان في حد بيبيع الوشاش بتاعت المكنه. عارفين المكنه المفرمه اللي عندي؟ في حد بيبيع الوشاش بتاعت البسكوت، فطبعا دي هتبقى سهله بالنسبه لي قوي. بس انا هعرفكم برضو انا بعمله ازاي بالكيس الحلواني والمقادير وكل حاجه، ما تقلقوش. والله اعلم، انا هروح اشوف، لو لقيتها هجيبها، لو ما لقيتهاش خلاص هعمل زي ما انا بعمل، زي ما انا متعوده يعني. هنقطع بس هنا البصل كده عشان نتبله ونحمره. هقطعه وارجع لكم لان انا عينيا مش شايفه بيها اصلا. عايزه اقول لكم ان انا عندي هنا الكبه بتقطع البصل الجوانح زي ما انا عايزه كده، بس انا مكسره اطلعها بصراحه.
هرجع لكم تاني. فاكرين لما كنت بقول لكم انا بعمل الزبادي في البريمه دي؟ بسخنها الاول، بسخنها شويه كده، بتبقى الزبادي حلو قوي، والبرام لما بيسخن بيدي طعم حلو قوي للزبادي. كده البصل خلاص اهو كده خلص. عايزه اقول لكم ما عادش غير ايه 10 دقايق بالظبط. عملنا حاجات كتير، عملنا حاجات قليله، هو نفس الميعاد اللي بنخلص فيه كل مره، مفيش فايده، مفيش توفير في الوقت. ماسكه دي ليه؟ بجد؟ ريحته حلوه؟ ما تيجي تبص على السلطه. لا قطعت البصل اهو، حط بس عليه شويه ملح، يعني رشه صغيره كده تديله طعم حلو. تمام. دي نضيف، بس انا برضه دايما بحب انخله يعني. اجيب شويه نشا، دول بقى سر قرمشه البصل، شويه النشا دول. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده. الزيت بيسخن على النار اهو، حمره بقى كده يبقى خلاص. والحمص تقريبا استوى. هقلب الوش ده كده عشان يبقى على الكل بقى، مش حد واحد بس، مش هنعمل تفرقه. كنت عايزه اوريكم البصل اللي انا عاملاه، شايفين عاملاه من بدايه رمضان، لسه النهارده اول يوم ممكن اطلع منه مع الكشري. طبعا بقى مع الترمس والبليله والحاجات دي يا سلام، مش هقول لكم. اللي عايز الطريقه يكتب لي في الكومنتات. طلع بقى حبه حلوين كده. يبقوا موجودين في التلاجة يعني.
مفيش تسلم ايدك. هحط بقى الحاجه في يعني الكشري في الاطباق، واوريكم في الاخر وانا عامله طبق ليا. ايه رايكم؟ فطار النهارده كشري مصري هايل. تابعوني عشان تعرفوا الطريقه ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم بكره على خير. سلام.